النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، يعني 100 جمل. أنا محمد سعيد ودي سلسلة حجك ببساطة. وهندخل بعد كده بقى هنا على أعمال اليوم العاشر اللي هو يوم النحر. ركز معايا في اليوم ده مليان أعمال كتيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. بعد كده بقى يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، لأن أعمال يوم النحر بالترتيب: رمي جمرة العقبة. فجمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى دي الرمي بتاعها بيكون بعد الدفع من المزدلفة. طيب إيه اللي بيتم فيه؟ بيتم فيه رمي 7 حصيات. مع كل حصاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر ويرمي، الله أكبر ويرمي، الله أكبر ويرمي. ولو هي طلعت بره الحوض ما بتتحسبش، بتبدأ ترمي تاني لغاية لما توصل للعدد بتاعك اللي هو 7 حصيات. تاني حاجة لو انت عليك هدي فانت بتذبح، يبقى أول حاجة رمي جمرة العقبة الكبرى، تاني حاجة اللي هو ذبح الهدي. واسمع المعلومة دي ممكن تكون أول مرة تعرفها: النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، يعني 100 جمل. واحنا عارفين إن الهدي بيكون عبارة عن شاة أو سبع بدنة، سبع جمل أو سبع بقرة. فصلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، 100 جمل. نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63. لو تاخد بالك ده عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وخلى سيدنا علي بن ابي طالب ينحر الباقي لغايه لما كملوا ال100. واهدى عن زوجاته صلى الله عليه وسلم البقر. واحنا عارفين ان هو في ال9 سنين بقى من اول ما ذهب الى المدينه كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين كل عام، لكن طبعا في حجه الوداع اهدى ولم يضحي صلى الله عليه وسلم. رقم 3 بقى في أعمال يوم النحر هو الحلق. واحنا عارفين ان الحلق افضل من التقصير، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين مرة واحدة. طيب لما باجي احلق بعمل ايه؟ بخلي الحلاق اللي بيحلق ليا يحلق الجزء الايمن للمحلوق، يحلق الجزء الشق الايمن ده الاول وبعد كده الشق الايسر كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد كده الانسان بيبدأ يرجع الى مكة عشان يطوف طواف الركن، ده ركن من اركان الحج، او طواف الافاضة ده ركن لازم يعمله. بس انت بعد اول 3 اعمال، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي والحلق او التقصير، بيحصل لك التحلل الاول او التحلل الاصغر. يعني ايه؟ يعني كل محظورات الاحرام بتتمتع بيها مباحة ليك ما عدا بس النساء، دي بتستنى لغاية لما تعمل طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، وتسعى لو كان عليك سعي وقتها على حسب نوع النسك اللي انت بتأديه. خلصت طواف الإفاضة فانت كده حصل لك التحلل الأكبر أو التحلل الثاني، ويبقى مباح ليك محظورات الإحرام اللي هي كانت عليك كلها. طيب هنرجع بعد كده بعد طواف الإفاضة وبعد السعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعي بين الصفا والمروة في وقتها، هيبقى فاضل لنا بقى أعمال أيام التشريق. الأيام دي بكون موجود فين؟ بكون في منى. بعمل فيها إيه؟